السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. اقدم لك فيديو النهارده ان شاء الله تعالى وجبة دسمة. هلم لك مشروع تربية الحمام والخصه لك في الفيديو ده. الفيديو ده يا جماعة وجبة دسمة فعلا. لو انت لسه مبتدئ او لو انت غاوي كمان وفي حاجات ناقصاك، فالفيديو ده هيكمل لك كل معلوماتك، ولكن ركز معايا شوية. عايزين الفيديو ده يا شباب يوصل ل 1000 لايك، بس مش عايز منك 2000 ولا 3 ولا 4000 لايك، لا عايزين الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك. كل واحد لو شاف الفيديو يا جماعه وحط لايك، الفيديو ده هيوصل لكل الناس. طيب اول نصيحه بقى هقدمها لك، بلاش تبدا مشروع تربيه الحمام بحمام كبير شغال. ولو انت بتربي حاليا وعندك حمام كبير شغال، حاول ان انت تجدد الدم، لان الحمام الصغير مكنه في البيض. اعلى سنين الانتاج الخمس سنين الاولى في حياه الحمام، فاوعى تروح تشتري حمام كبير وتبدا بيه مشروع، لان الحمام الكبير ده صاحبه هيلكو خد منه حصى وخد منه زغليل، لما خلاص ما عادش فيه الجوز ده، ما عادش فيه حاجه بقى، خلاص هو بيشطب كده. فبنصحك تبدا المشروع بحمام شبابات، ولو انت عندك حمام كبير دلوقتي جدد الدم عندك. طيب دي اول نصيحه. النصيحه التانيه، بلاش تحبس الحمام الشعبي. يعني ايه الحمام الشعبي؟ الحمام الجوز ابو 150 جنيه وابو 200 جنيه وابو 120 جنيه، والحمامه دي كلها ما بتنحبسش. الحمامه دي تطير، الحمامه دي بتجيب رزقها من بره، الحمامه دي تقدر ان انت فعلا تعملها مشروع، ولكن لو حبستها مش هتكسب. لو حبست الحمامه دي مش هتكسب، لان هي هتاكل كتير وهتصرف كتير ادويه، ومحتاجه اشياء انت مش هتقدر توفرها لها، وهتلاقي في عدم تخصيب في البيض، وهتلاقي قصه طويله كده. فيفضل ان انت الحمام الشعبي ده كله ان انت تطيره ويروح ويجي على المكان عندك. هنا تقدر ان انت تكسب من الحمام. ودي النصيحة رقم 2. النصيحة رقم 3، بلاش تشتري حمام من السوق، لان حمام السوق يا جماعة بيكون معيوب. حمام السوق محدش بيبيع حمام سليم في السوق. حمام يا جماعه بتاع السوق بيكون يا اما حمام عقيم، يا اما بيكون حمام الذكوره بتروق البيض، يا اما النوتي بتجيب بيضه واحده، فهتلاقي فيه مشاكل كتير، لان محدش بيبيع حمام كبير سليم شغال. انا بايع لك حمام سليم شغال ليه؟ وانا بعد شهر هجيب منه جوز زغليل اغلى منه. ما هي الزغاليل اغلى من الحمام يا جماعه، الزغاليل اغلى من الاهالي لو تاخد بالك يعني، تمام كده. طيب يبقى بلاش. هنا النصيحه الثالثه، تشتري حمام شغال من السوق. ممكن تشتري شبابات من السوق، ممكن لو عايز تشتري حمام شغال اشتري من اي غاوي جنبك. اوكي تمام. طيب النصيحة رقم 4 يا جماعة، لازم أوفر لكل جوز حمام من عينين لثلاث عيون. كل جوز حمام لازم أوفر له من عينين لثلاث عيون، وأعمل عيون متفرقة في المكان، ما أعملش العيون في مكان واحد. أوزع العيون دي في الأرقام، ما خليش العيون في مكان واحد، عشان في ذكور بتكون مسيطرة. ودي النصيحة رقم 4. رقم 5، بلاش تجوز الحمام قبل سن التزاوج. في ناس بتلاقي ان الحمام زاف على هو عليه 4 ريشات و3 ريشات، يعني هو عمره لسه 4 شهور و5 شهور. ايوه في حمام بيبيض وهو عمره 4 شهور، في حمام بيبيض وهو عمره 5 شهور، ولكن بتبقى لسه الجينات بتاعته ما اكتملتش بشكل كويس. فهتلاقي الذكر بيروق البيض، وممكن تلاقي النتايه بعد كده من كتر ان هي باضت بدري، فممكن بعد كده ان هي تجيب عش وتريع عش. فحاول ان انت ما تجوزش الحمامه الا في سن البلوغ، اللي هو سن ال6 شهور. تمام كده. طيب نصيحة رقم 6، بلاش تدي حباية من الحبوب نوع واحد. بلاش تدي نوع واحد من الحبوب، حاول ان انت تدي حبوب متنوعة. الحبوب المتنوعة يا جماعة مهمة جدا للطيور. ينفع انت تاكل عيش بس، تاكل رز بس؟ لا، لازم ان انت تدي كذا نوع من الأطعمة عشان صحة الحمام دي تبقى كويسة، وتنف دايما في انتاج عندك. تمام كده. طيب النصيحة رقم 6 بلاش، او النصيحة رقم 7، بلاش ان انت تدي الذره البيضاء. الذره البيضاء الشامي، مش الذره البيضاء العويجه. الذره البيضاء يا جماعه الشامي ممنوعه. ليه؟ لان فيها دهون عاليه جدا جدا، فبتخلي الدهون النوت يتليس، وبخلي فيه دهون على عنقود البيض عند النوتش. فالذره البيضاء الشامي ممنوعه، عشان بتبقى فيها زي ما قلنا دهون كتيره. تمام كده. طيب النصيحه رقم 8، لازم يكون في ميعاد للكلفه. الحمام ما بترموش كلفة كده وخلاص، لا، لازم أن يكون في ميعاد للكلفة. الحمام بياكل في اليوم 100 جرام، الجوز بياكل 100 جرام، بحط له 50 جرام الصبح و50 جرام اخر النهار. لو انت عندك 10 تجواز بياكلوا في اليوم، 10 تجواز في اليوم في 100 بياكلوا كيلو في اليوم. 10 تجواز كل يوم بياكلوا كيلو، احط لهم نص كيلو الصبح ونص كيلو اخر النهار. بلاش ان انا اسيب الاكل قدام الحمام ليل ونهار، لان الاكل لما بيكون قدام الحمام على طول فبيرجع ياكل، بيتبرز على الاكل ويرجع ياكل منه تاني، وبيسبب له امراض.
خلي بالك من النقطة دي كويس جدا. تمام كده. طيب لازم يا جماعة النصيحة رقم 9، لازم اغير مسقة المية دي يوميا. الناس اللي بتذاكى وبترمي مسقة المية، بترمي المية، بتكب المية وترجع، او ان هي بتجيب المية وبتزود عليها مية تانية، لا. او ان انت بتسيب مسقة المية باليومين ثلاثة، لا. غير مسقة المية دي يوميا، لان اكتر حاجة بتسبب امراض للطيور دي هي مسقة المية. لو مسقة المية بقت نظيفة والكلفة بقت نظيفة، صدقني الحمام صعب ان هو يمرض، لان انت قدمت له الحاجتين اللي هم محتاجهم كويس، الاكل والميه، اديتهم لهم بشكل سليم، فصعب الحمام ده يمرض منك، وتلاقي الحمام عندك فيه انتاج بفضل الله تعالى. تمام كده. طيب النصيحة رقم 11، بلاش حبوب مكسورة أثناء وجود الزغاليل. الناس اللي بتدي تشيش وتشيش اللي هو الذرة وتشيش الفول والحاجات دي كلها، بلاش إن أنت تدي الدشيشة دي، وخصوصا كمان الرز الشعير والشعير نفسه، الحاجات دي بلاش تديها أثناء وجود الزغاليل. يعني لما يكون عندك زغاليل عمر 15 يوم ماشي، ولكن لما يكون عندك زغاليل اقل من كده بلاش تدي، لان ساعات ممكن الاهالي بتاكل وتوكل الزغاليل، ومعده الزغاليل تبقى عامله زي البفره، ممكن تخرم معده الزغاليل دي. فبلاش الحبوب المكسوره، الحمام بياكل يا جماعه الحبوب السليمه. تمام كده. طيب النصيحه يا جماعه اللي بعد كده، ال 13 ولا 14 مش فاكر والله، بس يعني المهم انا بقدم لكم نصيحه خالص. تربيه الزغاليل لازم يكون في الوقت، لو انت عايز تربي زغاليل اختار الوقت من السنه اللي انت تربي فيه زغاليل، مش اي وقت في السنه بتربى فيه زغاليل. الحمام يا جماعه الزغاليل دي تتربى يا في الحر الشديد يا في الساعة الشديدة. يعني ممكن تربي في شهر 7 وشهر 8، ممكن تربي في الزغاليل. في شهر 1 وشهر 2 في عز الساعة ممكن تربي في الزغاليل، لأن هي طبعا طلعت في الساعة، ف معاها مثلا 1 و2 و3 و4 و5، الجو بيبقى ساعة، فبيستحمل درجة عبال ما مناعته ما بتعلى. وفي الصيف برضه ممكن 6 و7 و8 و9 و10، بيبقى الجو حر لحد ما مناعته تعلى، فبيبدأ ان هو يواجه الشتاء، وهكذا. وصلت المعلومة يا شباب؟ فمش اي وقت من السنة ان انا بربي فيه زغاليل، لازم اختار الوقت السليم اللي انا بربي فيه الزغاليل. النصيحة اللي بعد كده يا جماعة، لازم تقفل أي شباك، في خصوصا في الساعة في الشتاء. أي شباك في الاتجاه البحري مهم جدا، أي شباك في الاتجاه البحري ابدأ إن أنت قفلها، عشان تيارات الهواء ديت بتعمل دمعة عين وميكوبلازما، وبتضر الطيور عندك. في الشبابيك اللي في الاتجاه البحري لازم إن أنت تقفلها وتغلق الشبابيك دي تماما تماما، لأن زي ما قلنا هتواجه أمراض والتنفسي والميكوبلازما، والزغاليل هتبقى عندها دمعة عين. فاي اتجاه في شباك في الاتجاه البحري خصوصا في الشتاء لازم تقفل المكان عندك كويس جدا عشان الموضوع ده. تمام كده. طيب النصيحه اللي بعد كده يا جماعه، لازم تختار سلاله قويه للتربيه. اوعى، مش اي حمام بيتربى، اوعى تربي اي زغاليل كده وخلاص، لا. الزغاليل يا جماعه عشان انا اربي زغاليل واخد منها سلاله كويسه، لازم بختار الزغلول اللي متاسس صح وهو صغير، الزغلول اللي ما مرضش وهو صغير. ان الزغلول اللي مرض وهو صغير ده بتبقى مناعته ضعيفه وبيمرض لما بيكبر. فلازم ان انا وانا بربي الزغاليل اختار سلاله قويه وتكون اهاليه منتجه، مش اي زغلول بربيه. اشوف الاهالي بتنتج كويس، الزغاليل بتاعتها هتبقى زيها. الاهالي صحتها كويسه، الزغاليل بتاعتها هتبقى كويسه. في زغاليل طالعه فايره عندي وهو صغيره ما شاء الله حجمها كويس، دي ان انا اربيها. مش اي زغاليل ان انا بجيبها اربيها كده وخلاص، لا. لازم يا جماعه زي ما قلنا بنختار السلاله القويه النقيه للتربيه. لو عند الذكر حنين والام حنينه، الزغاليل ده هتطلع حنينه زيهم. فالزغاليل مهم جدا ان انا اختار الزغاليل القويه للتربيه. في ناس كتير جدا مشروع الحمام يا جماعه بيفشل عندها بسبب نقطه بسيطه زي كده. معلش سيبوني بس هقف ثواني عند النقطه دي. مشروع تربيه الحمام في ناس بتصفيه وبتدمر المشروع بسبب نقطه زي كده، ان هي بتربي اي حمام. اي حمام، مش اي حمام بتربى. في حمام للتربيه اللي بيجيب لحم، وفي حمام دوبك بيبقى جلد على عظم، لو زي اللحم زي الحمام البري. الحمام البري هو حمامه صغننه خالص ما فيهاش لحم. فانت هنا وانا ببدا اي مشروع، انا بعمل اي مشروع، ما ينفعش ان انا اربي اي حمامه. لازم اختار الزغلول من اساس انه صغير. في ناس بتختار على اساس الشكل، لونه حلو وعاجبني، لا. الحمام ما بتربيش على اساس الشكل، الحمام بتربى دي بتبقى سلالات. لو سلالة الاهالي قويه فالزغاليل دي بتبقى قويه، لو سلالة الاهالي ضعيفه فالزغاليل دي بتبقى ضعيفه. تختار الزغاليل المنتجه. في يا جماعة عندي أسئلة كتير وعندي نصايح كتير، ولكن هنطول عليكم الفيديو ده. إن شاء الله نعمل جزء تاني للفيديو ده نكمله بكرة مع بعض إن شاء الله تعالى.
اشوفكم على خير، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تبخلش عليا باللايك لو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي. شوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.